ردة فعل وتعليق رضا عبد العال بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بعد ما الأهلي طبعا فاز على غزل المحلة. مفيش كلام. طلع بيشتم لعيبة الزمالك وبيهاجم مرتضى منصور. هنشوف بيقول ايه، بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت اهلاوي اصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الاهلي. بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وفوز الأهلي على غزل المحلة، صرح الكابتن والإعلامي رضا عبد العال وقال: الأهلي بيلعب كورة عالمية، ومدرب الأهلي مارسيل كولر ده فاهم كورة كويس جدا، ومدرب عالي قوي قوي، وهيخلي الأهلي فرقة مرعبة، ومحدش هيقدر عليه ولا في الدوري المصري ولا في دوري أبطال أفريقيا، وهيخلي كل الفرق تشد في شعرها من اللي هيعملوا فيها. ولاعيبة الأهلي كمان بتستوعب الشغل اللي مارسيل كولر عايزه منها بالظبط وبينفذوه بحذافيره. ولاعيبة الأهلي رجالة وعندها دم وعندها إمكانيات كويسة، عكس بقى لعيبة الزمالك، مش حاسة بقيمة التيشيرت اللي هما لابسينه. وزي ما قلت قبل كده، الأهلي هياخد دوري أبطال أفريقيا السنة دي وهيروح كأس العالم للأندية. ليه بقى؟ عشان عندهم إدارة محترفة ورئيس شايف شغله كويس، مش زي اللي ماسكين الزمالك وفاكرينها عزبة أبوهم، ومزهقين جماهير الزمالك في عيشتهم وقربوا يخلصوا عليهم علشان ما يلاقوش حد يشجع الفريق أصلا، اللي هما فاكرين إن هو برضه فريق أبوهم، مش فريق ملك لجماهير الزمالك. هو ده كان هيجان وغليان الكابتن رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على غزل المحلة. ختاما، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك في القناة ليصلك منا كل جديد.